السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم جيتكم بواحد القصة كتكلم على الخيانة من أقرب الناس ليك. شحال من مرة كتسمعوا واحد الجملة د الخيانة خايبة، ولكن تخيلوا معايا الخيانة ماشي من الزوج ولا الزوجة، لأ، الخيانة من أقرب الناس ليك، من اللي كتشوفيها هي السند، هي العائلة، هي اللي كنتِ كتحكي ليها أسرار دارك وأدق التفاصيل ديال حياتك. اليوم غنعاود ليكم واحد القصة واقعية هزات بزاف ديال الناس، القصة ديال الخيانة من الدم واللحم. صاحبة القصة اسمها وفاء، كانت كتشوف عمتها بحال أمها التانية، كان البيت ديالها مفتوح، كانت كتدخل وتخرج بلا استئذان، وكانت هي اللي كتعاونها في بزاف ديال الأمور. كانت كتحس بالراحة فاش كتشوف عمتها جالسة مع راجلها، كانت كتقول هادي عمتي، كتعتبر راجلي بحال ولدها. ولكن هاد الثقة الزايدة هي اللي كانت البداية ديال الكارثة. مع الوقت بدات تصرفات عمتها كتغير وكتبدل، ولات كتخلق أعذار باش تبقى مع راجلها بوحديتهم. أجا ولدي عاوني، أجا ولدي شوف ليا هاد الحاجة، حيت قلبها وفاء أبيض. كانت كتقول لا، مستحيل تفكر هاد عمتي، تفكر هاد التفكير، هادي راها عمتي. حتى لواحد النهار مسكينة رجعت وفاء للدار على غفلة، وما لقاتش غير خيانة الزوج، لقات واحد الطعنة في ظهرها من العائلة اللي كانت هي أمانها، هي عمتها. صدمة كانت أكبر من أنها توصف بالكلمات. الموقف اللي لقاتهم فيه كان كفيل باش ينهي كل شيء في ثانية. المواجهة كانت باردة، عمتها بدات كتقلب في الهضرة وكتبرر، والزوج كان السكوت ديالو هو الاعتراف الحقيقي. ديك اللحظة وفاء هي اللي ديك اللحظة وفاء عرفت أن داك البيت اللي كان فيه الحب وتبنى بالحب والمودة والرحمة ما بقاش كيف كان. صافي من وقعت هاد الخيانة اللي شافت، صافي النهاية كانت الطلاق وقطيعة الرحم. وخرجت من تما وفاء بكرامتها، واخا الجرح كان عميق. اليوم بغيت نوصل ليكم ميساج واحد: الدار عندها حرمة، ولو تكون اختك، واخا تكون اختك ولا عمتك ولا خالتك، كاينين واحد الحدود ما خاصش يتجاوزهم راجلك، وعلاقتك بيه كيبقاو ديالك انت بوحدك. ديما خصك ديري اتونسيون، واخا تكون اختك عمتك خالتك، يعني ديري اتونسيون مع راجلك. الثقة المفرطة الخطيرة، الثقة المفرطة ما خصناش نثقوا، يعني نفوتوا الثقة في أي واحد، واخا يكونوا من العائلة ديالك. أختك ما تفوتيش، يعني ما بين الزوج ديالك، واخا تكوني أنتِ ثايقة في أختك، يعني الزوج ديالك ما تثقيش فيه، يعني ما بين من يكون مع أختك ولا يكون مع عمتك، ولا الثقة مزيانة ولكن الحذر واجب. وما تعطيش لأي حد سميتو المفتاح الكامل باش يدخل في تفاصيل الحياة ديالك الخاصة. سميتو هو إحساسك هو دليلك. فاش كتحسي بشي حاجة ماشي هي هاديك، ما تسكتيش وما تبريش للناس على حساب راحتك النفسية. ما خصكيش تبري، يعني خاص الانسان يدير اتونسيون بخصوص هذا الوقت اللي ولينا كنشوفوا بزاف الخيانه من اقرب الناس ليك. كتشوفها من الاخت، كتشوفها من العمه، كتشوفها من العم، الخال، بزاف اللي كنشوفوها ولينا كنلاحظوها بزاف. هذه كانت القصه ديال وفاء، القصه فيها عبره ودرس قاسي. شنو كيبان ليكم في هذا الموقف؟ واش كتحسوا اننا ولينا كنثيقوا بزاف في الناس ما يستاهلوش؟ خليو ليا آراءكم، راه بزاف ديال البنات محتاجين يسمعوها، وكاين بزاف اللي تعرضوا لهذا الشيء. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وديروا اتونسيون وما نثقوش في اي واحد ندخلوه لدارنا. ديما واخا ندخلوه لدارنا نديروا اتونسيون معاه، واخا تكون اللي يكون من اقرب الناس ليك، راه ما كانش الثقة اليوم. كنتمنى
يعجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة وديروا لايك إن شاء الله. يلا بسلام عليكم، إلى فيديو جاي إن شاء الله. كنبغيكم بزاف.